ده 7 كلب ألاسكان مالموت، عنده حوالي سنتين ووزنه أكتر من 40 كيلو. كان ماسك منديل كلينكس في بقه وشايفه حاجة مهمة جدا، مش عشان هو غالي لكن يمكن عشان ريحته أو حس إن هو بتاعه. ولما شافني بقرب منه شافني منافس وخطر على حاجة بيحبها، وهو طبعا ما بيعرفش يتكلم، مش هيعرف يقول لي لو سمحت وسع دي حاجتي. الطريقة الوحيدة اللي يعرف يعبر بيها هي إنه يهدد وإنه يحاول يعضني. كان هيبقى من الغباء إني أتحداه أو أخش معاه في صراع، لأن ده هيأكد له فعلا إني خطر وإنه عنده حق يخاف مني. وأنا ما كانش هدفي أبدا إني أسيطر عليه، كنت عايز أغير إحساسه، أغير الفكرة اللي في دماغه علشان سلوكه يتغير. فبدأت أربط وجودي بحاجات كويسة: أكل، هدوء، ومساحة آمنة. كل مرة كنت بقرب منه أو بيقرب مني كان بيكتشف إن في حاجة أحسن بكتير من اللي بيحميها. شوية شوية بقيت أنا مش التهديد، بقيت الأمان. وفي الآخر أنا اللي كنت ماسك نفس المنديل وحطيته قدام بقه وسبته يقرر، ما قربش. وحتى لما حاول بعدها ياخده تاني سحبته بهدوء وسابه ببساطة ومن غير خوف. يمكن 7 ما يعرفش ده، بس اللي حصل ما بيننا ما كانش مجرد تعديل سلوك، ده كان تذكير بأول عقد حصل ما بين الكلب والإنسان من آلاف السنين. عقد بسيط جدا: أكل، أمان، وثقة. وده بالظبط اللي رجعته ل7.